أسوأ 5 أمهات في العالم. قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب. في عام 2015 الأم الروسية ذات 30 عاما تصرفت تصرفا سيئا مع طفليها التوأم بسبب تصرفهما السيء، حيث قامت الأم برمي الطفلين من الطابق ال15 وماتوا مباشرة بعد هذه السقطة. وصورت كاميرات الأمن الأم وهي تهرب من الطابق ال15 بعد رميها للطفلين، ولكن لسوء حظها كان هناك امرأتان شاهداها وهي تهرب واتصلتا بالشرطة وتم القبض عليها. في عام 2012 في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أم بيع عذرية ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاما بسعر 10,000 دولار، حيث قامت الأم بتخدير ابنتها حينما باعت عذريتها، ولكن تم القبض على الأم وحكم عليها ب15 عاما في السجن. في عام 2012 في سان فرانسيسكو اعترفت أنها قامت بحقن ابنتها في مادة البوتوكس في وجهها لكي تشارك ابنتها في مسابقة أجمل طفلة، واعترفت الفتاة أيضا أن والدتها قامت بحقنها لتكون ملكة جمال المسابقة. في عام 2012 قامت بالكشف أن ابنتها ذات 14 عاما كانت تعمل في الدعارة مدة 7 سنوات، وحينما كشفت السلطات الأمر قاموا بالحكم على الأم ب30 سنة في السجن، وحيث قال القاضي بأنه لم تمر عليه قضية مثل هذه. في عام 2012 أيضا قام طفل بتحميل فيديو على الفيسبوك وهو يدخن في الحمام، وحينما شاهدت الأم الفيديو انهارت من الضحك، حتى أن الأم قامت بتنزيل الفيديو وهي تقوم بالضحك على المقطع الخاص بالطفل، وحصل الفيديو على أكثر من 30,000 تعليق.